الله أن يخلقنا للعبادة، يعني لما جعلنا نأكل أصلا كالملائكة. فهم الخطاب. السلام عليكم الإخوان والأخوات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير وفي أحسن الأحوال. مبروك عيدكم، مبروك عواشركم. جاية معطلة ولكن الغالب والله. كنت مريضة ولكن الحمد لله الله وليت شوية شوية. اللهم لك الحمد والشكر يا ربي الحبيب. المهم، هاد الأيام عاوتاني الفايد، ما عرفت شنو واقع عليه. يا ربي تهديه، أنا كنقول يا ربي تهديه. لأن الفايد حنا استفدنا منه بزاف د الحوايج في في التغذية استفدنا منه، ولكن راه ولا كيخرج وكيدخل في شي هضرة اللي كان شحال هادي كيقول الكلام الصواب، دابا ولا كيخرج كيقول داكشي العكس اللي كان كيقول زمان. سبحان الله، سبحان مبدي الأحوال. يا ربي تثبتنا على دينك، يا ربي تثبت فينا العقل والدين. هادشي اللي كاين. كيقول أن الصلاة ماشي عبادة، ماشي بزاف باش قالها. رجع عاوتاني كيقول ان ربي ما خلقش الانسان، ما خلقش الانسان غير باش نعبدوه. يعني ما خلقناش للعباده، وبليش الصلاه ماشي عباده، وما خلقش الانسان باش يعبدو. علاش زعما شنو خلق؟ زعما باش ناكلو؟ قالك لو كون زعما بغى يخلقنا زعما العباده غيخلقنا بحال الملائكه ما ناكلوش. سبحان الله. علاش؟ والله سبحانه وتعالى كيقولك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هادشي كله راه غير باش نعبدوا الله سبحانه وتعالى. الصلاه اكيد الصلاه عباده. العمل الفايد، العمل ديالك عباده. الا تقنتيه كتقنوا لوجه الله عباده، ماشي حتى يكون حداك مول الشي. يعني على اي واحد انا غنهضر، ماشي حتى يكون حداك الباترون او المكلف بك عاد تخدم. لا، خصك تخدم تعرف ان راه ربي اللي حاضيك، ماشي تسنى حتى واحد انسان يحضيك. انا ربي فوق منك كيحضيك باش تاخذ الرزق ديالك، تاخذه حلال، انك تعبتي عليه تاخذه حلال. هذاك العمل عباده. الرسول عليه الصلاه والسلام كان واحد كيضل في المسجد، هو يسولو الرسول عليه الصلاه والسلام، قال ليه شكون اللي كيعولك؟ يعني كتضل في المسجد شكون اللي كيعولك؟ قال لي الاخ ديالي. قال لي والاخ ديالك حسن منك في العباده، يعني وصليتي وسير تسعى في الرزق ديالك، سير الرزق ديالك صافي، صليتي سير الرزق ديالك. الله خلقنا عندنا دين معتدل، الانسان فيه يصوم عباده، الصلاه عباده، الزكاه عباده، الصدقه عباده. اي حاجه كنديروها كتقرب بها لوجه الله سبحانه وتعالى. البر بالوالدين عباده، اكرام الضيف عباده. اي حاجه كديرها في الحياه ديالك راها عباده، كتقرب بها الله سبحانه وتعالى، وكتحسب لك في الميزان ديالك. كانت مزيانه كتحسب لك، كانت خايبه كتحسب لك كذلك. كتقول حقا باش يكونوا زعما، قال حقا باش نكونوا بحال الجبال، زعما نمشيو للجبال ونعبدوا كذا وندخلوا في الكهوف. شكون اللي قال لك دخل الكهوف وعبد وما تخرجش منهم؟ شكون اللي قالها لك؟ ما كايناش. انك عادي بحال اي انسان تصلي وتصوم وتصدق وتخرج وتدخل وتلبس مزيان. عادي، هذا هو الدين ديالنا، ماشي ما قالش لك العكس. ما كاينش شي حاجه العكس. سبحان الله، كان كيضرب في الشيوخ، كان كيضرب في الائمه، كان كيضرب في الصحابه، كان كيضرب دابا ولا كيضرب حتى في القران. سبحان الله. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. راه قراها الفايد، راه انت اللي خصك تقرا. يقول قرا، وراه انت اللي خصك تقرا الفايد. راه انسان ما قاريش، ما عندوش مستوى، ما قاريش، ما عندوش شي مستوى، وفاش كيقرا القران راه كيقرا هاد سميتها كيقرا يعني اي حاجه مذكوره في القران. ولا ما كانش مذكوره في القران كتكون مذكوره في الاحاديث النبويه، باش كتكون واحد الدين كومبلي، يعني كتستافد منه. ولكن انت ما عرفتش كشا الفايد فين باغي تخرج. كنطلب لك الله الهدايه، نطلب ربي سبحانه وتعالى يهديك ويهدينا الى طريق الصواب. Maman, tu veux quoi? Je veux rien du tout ma chérie, merci. Tu veux quoi? كيقول ان الانسان خلق الله للاكل،
وراه كول وشرب من داكشي اللي عطاك الله، كل شيء لا حلال بيان سور، ولكن راه خلقك حتى العباده، اي حاجه كديرها في الدنيا عباده. سبحان الله والله العظيم. لا هاد الفيد وليت كنقول بالخطرات واش راه في كامل قواه العقليه ولا راه عنده شي مشكل ولا راه ما عرفتش. سبحان الله ولينا كنشكو في بزاف د الحوايج فيه، ما عرفتش. سبحان الله العظيم. احنا ماشي بهيم، ماشي البهيم غير ناكلو صافي، ماشي بحال هكاك، لا. حتى سبحان الله حتى البهيم خلقهم الله عندهم دور، ماشي حتى هما ماشي غير كياكلوها، ماشي غير كياكلوا صافي، كياكلوا كيعطيو. الابقار كتعطي الحليب، كتعطي اللحم، هادو الحمير حاشاكم والبغال وداكشي اللي تركبوها وكيستافدوا منها الناس، كيحرطوا بها الناس، كيركبوا عليها، كيستافدوا منها في بزاف د الحوايج، ماشي غير الماكله وصافي. الفايد تراك دكتور التغذيه ولا صافي بالك في التغذيه وليتي شويه ما غتبقى تقول لنا يمكن ما كاين حتى شي. استغفر الله العلي العظيم. ما لا اله الا الله. والله الفايد لا خرجتي بزاف، خرجتي السطر والله بزاف. وفي الخطرات فاش كنت كنعاقب عليه كيخرجوا عندي شي وحدين كيقول لك لا وراكم ما فهمتوش، وراكم راه شنو غنفهموا فيه؟ راه خصكم تفهموا، راه واحد فاش كيسيء للدين ديالنا راه واخا يكون الاب ديالك راه خصك توجهه. ابراهيم عليه السلام راه كان الاب ديالو وكان كيوجهه، يوجهه سبحان الله، ولكن ما كتبش انه حتى يوجهه يعني الطريق الاسلام ولا طريق الصواب. ولكن فاش انسان عزيز علينا الفايد، انا من المتبعات ديالو، كنا كنتبعو انا والزوج ديالي، ولكن مؤخرا انا ما بقيتش كنتبعو لان ولا كيسيء للدين ديالنا. وانا اي واحد يسيء للدين ديالنا الا وصافي ما عندي ما نتبع فيه وما عندي ما نستافد منه اصلا. واخا يعطي حتى داكشي ديال التغذيه ما بقيتش نستافد منه وما بقيتش ناخذ منه نهائيا. هذا ما كان. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والله بزاف هادشي، والله الا بزاف زعما ما فهمتش، والله ما فهمت. وحتى الناس اللي متبعينه واش لهاد الدرجه باقيين زعما تايقين فيه؟ واش لهاد الدرجه ما عادش الانسان عقل كيفكر به؟ ما عادش الانسان ما فهمش يعني. شكك هو الفايد، شكك بزاف د الحوايج، ولكن وصلتي للقران صافي ستوب. صافي شنو الصلاه ماشي عباده، هذه ما تدخلش للراس باش يقولها انسان. ما يمكنش، ما تدخلش للراس. قول شي حاجه اللي هي تدخل للراس. قالك ديك النهار فوت عليك الدين، خليه لاهل الدين، خليه للناس القاريه في الدين، الناس الواعيه في الدين، خليه للعلماء، خليه للشيوخ، خليه للفقهاء اللي كيفهموا في الدين. انت الفايد المهنه ديالك راه ماشي الدين، الفايد راك ما عارف فيه والو. فوت عليك الدين في الطب ديال في التغذيه راك مزيان، خليك تما حيت اين فوا غتمشي لواحد البلاصه اخرى ما كتفهمش فيها ما غاديش تعرفها الفايد، راك ما غتعرفش هذا الشيء. الله يهديك. وراه ما كاينش غير انا اللي كنهضر، راه ناضوا بزاف الناس قالوها، وبزاف الشيوخ، وبزاف اللي فاهمين في الدين، اللي عارفين في الدين مزيان. احنا راه فاهمين غير شويه في الدين والحمد لله ومتنفعين به، اللهم لك الحمد. عارفين اللي علينا واللي علينا. اما شيوخ راه هضروا وقالوا شنو كاين، وقالوا هو غير زايد فيه. الفايد راه شي نهار غتخرج بشي حوايج اللي لا تحمد عقباها. هذا ما كنطلب الله سبحانه وتعالى يهديك ويرد بك قبل ما يفوت الحال. سبحان الله العلي العظيم. باش يكون انسان مزيان ويكون انسان عنده قيمه عند الناس وعنده مستوى كيحترموه الناس، ويرجع في هذا الموقف الله يستر وصافي. كنطلبوا الله سبحانه وتعالى يسترنا، لان كاين ناس
كيحببهم الله سبحانه وتعالى، كيحبب فيهم الخلق، كيوليو كيبغيوه. كاين ناس سبحان الله اللي بالتصرفات ديالو الناس كتكرهو، كتولي ما عندوش معاه ما صافي، يعني داك الانسان لا اله الا الله محمد رسول الله. يا ربي تهديه، هادشي اللي غنطلب، الله يهديه ويهدينا للطريق الصواب، والله يهدينا لما يحبه ويرضاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إخوان والأخوات، هذا هو الفيديو ديالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.